عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من اضطراب في الكبسوله. ازاي؟ النهارده هنرجع لسلسله الاضطرابات النفسيه تاني، وهنتكلم النهارده عن الاضطراب اللي طال انتظاره وناس كتير كانت بتسال عليه. النهارده هنتكلم عن اضطراب الوسواس القهري. كعاده كل اضطراب هنتكلم طبعا عن الاعراض والاسباب والتعريف بتاعه، وكمان ايه هي ازاي او اهم الطرق اللي احنا ممكن نتعامل بيها مع المريض ده. تابع معايا عشان تستفاد اكتر. ايه هو اصلا تعريف الوسواس القهري؟ مبدئيا كده الوسواس القهري من احد الاضطرابات القلق، وهنقسم الوسواس القهري لكلمتين: الوسواس والقهر. ايه هو الوسواس؟ الوسواس عبارة عن ان هو افكار بتكون موجودة في دماغ الانسان، وهي بتكون معظمها بتكون مخالف المبادئ بتاعته او الشخصيات او طبيعته. تبقى افكار موجوده ملحه في دماغه بتزن عليه او بتفضل مسيطره عليه ان هو يفضل يفكر فيه، وهو طبعا بالنسبه له بالموضوع كل ما يحاول ان هو يلغي الافكار دي القلق بيزيد وافكار دي بتزيد اكتر واكتر. اما القهر فالقهر دوت هو عباره عن سلوك حركي او عقلي. السلوك دوت بيبقى هو مجبر الانسان ان هو ينفذه، حاجه بتبقى موجوده في عقل الانسان بتخليه ان هو مجبر يعمل سلوك معين او ينفذ امر معين، وهو مش قادر ان هو يعمله، وهو بيضطر ان هو يعمل حاجه زي كده او مجبر يعمل حاجه كده عشان يقلل التوتر اللي هو بيفضل موجود في دماغه او الملح ومشد عليه. طب وايه هو مدى ارتباط الوسواس بالقهر؟ الوسواس ممكن يجي من غير القهر عادي، تبقى افكار ملحه بتفضل موجوده في دماغ الانسان، زي مثلا ما كنت مثلا اللي هو ايه ده انا نسيت اصل البوتاجاز، لا انا نسيت مش عارف طفيت الموتور، او ايا كان من الحاجات دي كلها. دي كلها افكار وسواسيه بتبقى مثلا شديده، او زي مثلا وسواس النظافه. اما الافعال اللي هي القهريه لازم يكون طبعا موجود معاها الوسواس، يعني ممكن تبقى الوسواس من غير الاسلوب اللي هو القهري، بس القهر ما ينفعش يكون موجود من غير الوسواس، لان طبعا ما فيش اي سلوك فعلي بيكون موجود او افعال قهريه بتتعمل غير لما يكون بيسبقها افكار وسواسيه ان الحاجات دي تتعمل. طبعا بيختلف الاصابه على حسب السن وعلى حسب الجنس، يعني مثلا بدايه الظهور بتاعه الاضطراب او الاعراض بتاعه الوسواس القهري بتبدا في سن المراهقه او بدايه سن البلوغ، وبتوصل لشدتها او اقصى درجاتها من سن 18 لسن 25. وكمان بتظهر الاعراض عند الرجال اسرع او بدري عن الاناث، وممكن الاعراض دي تظهر مره واحده مفاجاه او مثلا تظهر تدريجي. طبعا معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي هم قاعدين يقول لك ايه ده كده يعتبر عندي وسواس قهري. لا ما تقلقش، ان تعرف اصلا ان معظم من النسبه ل 80% 90% من الاسوياء حصل لهم افعال او وساوس بتشبه الوساوس القهريه. طب دلوقتي ايه الفرق بين الوساوس بتاعه الاسوياء والوسواس القهري اللي هو المرضي؟ الفرق بين الاثنين بيكون موجود في الشده ودرجه الوسواس القهري. يعني مثلا الوسواس القهري اللي هو بيكون المرضي بتبقى الافكار بتاعته او الافعال بتاعته ملحه ومتكرره جدا جدا جدا، ومش هيرتاح المريض بتاعها او القلق بتاعه هيقل الا لما ينفذ الافعال دي او مثلا الافكار دي، وطول ما هو بيحاول يقاوح فيها او يقلل فيها الوساوس هتكتر والافعال هتزيد. طب ايه هي بقى اعراض الوسواس القهري؟ اول حاجه الافكار التسلطيه. الافكار التسلطيه دي بتبقى عباره عن مثلا افكار تشككيه بيشك في حاجه، او مثلا فلسفيه اللي هي الافكار الكتيره اللي هو معتقدات مثلا زي الحياه بعد الموت، او مثلا اتهام بيتهم حد، او افكار عدوانيه. تفضل الافكار دي موجوده في دماغه وشغله باله، ما بيقدرش طبعا ان هو يتخلى عنها او ان هو مثلا ينشغل بحاجه غيرها. وتاني حاجه وهي المعوده الفكريه او التفكير الاضطراري. هو هنا بيتكلم ان في فكره واحده بتفضل شغله بال المريض دوت وبتفضل تكرر ما بيعرفش ان هو يتخلص منها. مثلا حتى زي مثلا اسئله ما لهاش اي اجابه، دي كلها اسئله او حاجات تفضل شغله باله، كل ما يحاول يخلص منها بس كل المحاولات دي ما لهاش اي لازمه وما بتخلص. عزيزي خد بالك التفكير الاضطراري دوت نوعين. التفكير الاضطراري اللي هو الارادي دوت يبقى الانسان الطبيعي عادي بيفكر فيه، او هو مثلا هو اللي شاغل نفسه بفكره معينه او بحاجه معينه ويقدر يوقف في الوقت اللي هو عايز فيه. اما اللي هو الثاني اللا ارادي دوت اللي هو ما بيقدرش يوقف، فده بيعتبر الاضطراب النفسي. وثالث حاجه هو التفكير الخرافي والايمان بالشعوذه والسحر، وكمان التشاؤم جدا، بيفضل دايما متوقع ان في الاسوأ او حاجه وحشه هتحصل. وكمان من الاعراض هو الانطواء والتفكير اللي هو الاكتئابي، وكمان بيفضل يبقى عنده طبعا مشاكل في العلاقات الاجتماعيه، وبيفضل بقى قله اهتمامه بالميول بتاعته او مثلا الحاجات اللي هو بيحبها او النشاطات اللي هو كان بيعملها، لانه طبعا بيبقى شغال باله او افكاره كلها منشغله بالافكار اللي هي التسلطيه او الافكار الوسواسيه. وخامس حاجه من اعراض الوسواس القهري ان ضميره الحي بيبقى صاحي جدا جدا، يعني هو حاسس نفسه بالذنب وشايف ان كل حاجه طبعا لازم تبقى معموله بالظبط وما ينفعش مثلا تبقى بتنحرف عن المستقيم. وكمان بتبقى عنده دقه زياده جدا
وعدم التسامح او ان هو يتهاون مع اي حاجه، تبقى عنده نسبه العناد برده عاليه جدا. وسادس حاجه ان هو بيغرق في احلام اليقظه، ان هو بيكون مثلا صاحي عادي بس هو عايش في احلام ومثلا خيالات، هو بيكون هو عالم خيالي بيكون موجود هو عامله. وثامن حاجه هو الشك في الذات او الشك في نفسه، يفضل دايما يسال اللي حواليه مثلا اسئله زي اللي هو انا جميل، هو انا مريض نفسي، هو انا وحش، هو انا عندي مشكله. بيفضل اسئله حد دي، زي مثلا حتى برده كمان بيبقى شاكك في ان هو مثلا يعمل حاجات زي افعال اللي هو انا قفلت باب الشقه، هو انا مش عارف قفلت ايه، طب البوتاجاز مقفول ولا لا. بيبقى عنده شكوك حوالين الحاجات دي. بس حاجه من الاعراض اللي عندنا هو التلوث، او ان هو بيكون خايف من التلوث او العدوى، ودي طبعا الحاجات المنتشره عن الوسواس القهري. دايما بيبقى خايف ان هو مثلا يكون اتعدى او جاله ميكروب، هيفضل طول الوقت داخل رايح على الحمام بيغسل ايده من الصابون. وطبعا اكتر حاجه كانت الناس يعني حصل لهم مشاكل طبعا ايام الكورونا بسبب العدوى، وفي ناس فضلت لغايه دلوقتي من بعد العدوى او من بعد الكورونا متسبب لها الامراض دي او الوسواس القهري بتاع النظافه. وطبعا من الاعراض اللي عندنا هو السلوك القهري، اللي هو افعال بتبقى ضد القيم او ضد مبادئ المجتمع، زي مثلا ان هو يكون عنده هوس ان هو يشعل او يولع النار في حاجه، او ان هو مثلا يشرب خمره او السرقه. دي كلها افعال قهريه بتتجبر ان هو بينجبر ان هو يعملها. وكمان الاندفاعات بيبقى عنده تصرفات او عنده رغبه ملحه ان هو يقوم بتصرفات هو ذات نفسه مش راضي عنها او بتخالف مبادئه او تربيته والكلام ده كله، زي مثلا ان هو مثلا يكون عنده افكار ان هو بتدل على العدوان، او ان هو مثلا يضرب حد، او ان هو مثلا الانتحار. كمان من الاعراض هي الطقوس الحركيه، حركات هو بيعملها عشان يقدر ان هو يتخلص من الافعال او الوسواس القهريه دي. وكمان الوسواس دي او الطقوس اللي هو بيعملها دي لو حصل لها مقاطعه او حد مثلا هو بيعمل الطقوس او الحركه دي قطعها، بيضطر يا عيني ان هو يبدا يكرر نفس الطقوس دي من اول وجديد، لانه هو نمطي جدا يعني بيحب يعمل الحاجه بنفس الطريقه او نفس الترتيب، ولو حد قطعه يبدا يكرر الحاجه دي من الاول وجديد. واخر عرض معانا هو الخوف من الكوارث، بيبقى خايف مثلا من المخاطر اللي ممكن تحصل لو هو ما حققش او ما عملش الوساوس دي او ما نفذش الحاجات دي كلها. عشان كده هو دي الحاجه دي او دي السلوكيات اللي هو بيبرر بيها للناس اللي حواليه السلوكيات اللي هو بينفذها. عشان كده بيحاول بقدر الامكان ان هو يتفادى او يتجنب اي مواقف بتسبب له ان هو ممكن يعمل الوساوس دي. وبعد ما اتكلمنا عن الاعراض ندخل بقى نتكلم عن ايه هي اسباب الاصابه بمرض الوسواس القهري. اول حاجه هو العامل الوراثي. اثبتت الدراسات ان الجينات بيبقى ليها نسبه كبيره في ان هي تطور وتساهم في الاصابه بامراض الوسواس القهري بنسبه من 30 ل 50%. واشارت النتائج ان بنسبه 20% من اقارب ان هم المرضى الوسواس القهري عندهم الاضطرابات او عندهم الاعراض بتاعه الوسواس القهري. حتى نسبه ان الاصابه في التوأم اللي هم متطابقين اعلى من نسبه التوأم اللي هم غير متشابهين. وثاني حاجه هو العامل البيئي. والعامل البيئي بيتدخل مع العامل الوراثي، يعني مثلا لو الاهل منظمين زياده عن اللزوم وضمنهم حيز زياده عن اللزوم وعندهم طبعا المثل العاليه وان هو بيدور على كل حاجه تكون منظمه وعندهم سلوكيات اصلا وسواسيه، طبعا ده هينعكس على الاطفال وشخصيتهم، يعني هيطلعوا طبعا عندهم افكار وسلوكيات وسواسيه. وثالث حاجه هو العامل الفسيولوجي، هو عدم اكتمال الجهاز العصبي للمرضى، وكمان ظهور اضطرابات في رسم المخ وظهور نوبات متكرره. وكمان احتمالات الاصابه بمرض الوسواس القهري بعض الاضطرابات في الجهاز العصبي، زي مثلا اضطرابات الحمى او الصرع اللي هو الحركي او النفسي. ورابع سبب معانا هو الامراض المعديه والخطير، زي لما حصل مثلا في الكورونا كده، واحنا قلنا من شويه بعض الناس فضل عندها وسواس القهري بتاع النظافه بعد ما الكورونا خلصت وعدت على سلام. وخامس سبب معانا هو الحوادث والخبرات الصادمه. خبرات الصدمه طبعا والحاجات دي كلها بتسبب وسواس او افعال قهريه زي مثلا الانتحارات والحاجات دي كلها. وسادس حاجه هو الصراع بين الخير والشر، وان هو مثلا يعمل كمان الدوافع بتاعته يحقق دوافعه، وان هو الخوف من العقاب وتأنيب الضمير بتاعه. كل دي حاجات او صراعات بتخلي ان هو يكون عنده افكار وسواسيه وكمان قهريه. وكمان من ضمن الاسباب التربيه الغلط والتربيه المتشدده على النظافه او التدريب الغلط على النظافه. وكمان من ضمن الاسباب اللي هو تأنيب الضمير والشعور بالذنب على اي حاجه بتحصل، فبالتالي بيحصل اللي هو الافعال القهريه دي زي بالنسبه له كده تكفير على الذنب اللي هو عمله دوت او الفعل اللي هو نفذه. واخر الاسباب معانا الخوف وعدم الثقه، وكمان الكبت اللي بيحصل له او كبت المشاعر اللي هو بيكون موجود معاه، والحرمان وان هو يكون دايما عنده احباط او المجتمع بيحبطه وان بيحبط المشاعر بتاعته، زي مثلا عدم التشجيع لاي حاجه بيعملها والتهديد بالحرمان وفقدان الامان. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا والجزء الاول من اضطراب الوسواس القهري. استنونا في باقي الحلقات عشان نقدر نستفيدكم اكتر واكتر، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام.